من استديوهات الفضاء الإثرية بالعاصمة أسمر أينما كنتم أيها السادة والسيدات نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة المستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. مرض الملاريا يصل إلى مرحلة ما قبل القضاء عليه في إقليم عنسبة. مديرية لوغو عنسبة يدعو المزارعين للتركيز على نوعية الإنتاج. مساعي لتطوير العمل المؤسسي بإدارة إقليم شمال البحر الأحمر. الصين تندد بأمريكا بسبب عمليات حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي. اشتباكات بين الشرطة الإسبانية وكاتالونيين. والكوريتان تبدأان إزالة الأقام على امتداد الحدود. أهلا بكم إلى التفاصيل. بفضل الجهود المنسقة التي تبذلها وزارة الصحة مع شركائها والجهات الشعبية والحملات الفعالة الجارية، تم الإعلان بأن ظاهرة مرض الملاريا انتقلت من مرحلة ما قبل المراقبة إلى مرحلة ما قبل الزوال في إقليم عنسبة. وفي التوضيح الذي أدلى به مسؤول مراقبة الملاريا في مكتب وزارة الصحة بإقليم عنسبة السيد كيروس قد ذكر فيه الانتقال من مرحلة المراقبة التي امتدت ل20 عاما إلى مرحلة ما قبل القضاء على المرض بداية من العام 2017، مشيدا بمساهمة الشعب والشركاء. وفي المعلومات التي قدمها فيما يتعلق بأوضاع المرض العامة في الإقليم، أشار إلى انخفاض المرض من عام إلى آخر، حيث انخفض بنسبة 21% في 8 أشهر من العام 2018 ونفس الوقت من العام 2017، موضحا إلى مواصلة العمل المنسق الفعال لبلوغ الهدف المنشود. وذكر المسؤول بأن القرى المتناثرة إضافة إلى المواطنين المنتقلين بين الزراعة والرعي من أكثر المتضررين بالمرض، داعيا للعمل الدؤوب لقضية تجميع المواطنين من أجل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الرئيسية ومنح عملية توزيع الناموسيات الاهتمام. وفي الختام أشار السيد كيروس إلى أن البرنامج الجاري كجزء من الأعمال المنتظمة للمراقبة الكاملة على المرض، حيث يتم توزيع الناموسيات على المواطنين كل فترة 3 أعوام. اختتمت فعاليات انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين ولجان القرى التي انتظمت في مديرية ابن حيل بالإقليم الجنوبي. وأوضح مدير المديرية السيد أبراهام مكنان بأن الانتخابات التي جرت في الفترة من 4 وحتى 29 من سبتمبر المنصرم في 16 إدارات ضواحي شهدت مساهمة فاعلة وجيدة للسكان. وذكر بأن الحملات المنتظمة في شهر يوليو الماضي لعبت دورا كبيرا في إنجاح عملية الانتخابات، وانتخب الشعب مدراء قدماء وجدد يثق بقدراتهم وإمكانياتهم. يذكر بأنه قد جرت عملية انتخابات مماثلة في مديريات دقة محرر ومندفرة ودبروع وغيرها من المديريات الأخرى. نظمت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر دورة تأهيلية بالتنسيق مع مركز كفاءة المؤسسات الوطنية للمسؤولين الناشطين في الإقليم كمسؤولي الأقسام وفروع الوزارات والاتحادات الوطنية وأعضاء المجلس، تركزت حول تطوير العمل المؤسسي والإدارة. وألقى حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلل كلمة في مراسم اختتام الدورة التي انتظمت بين الفترة من 24 وحتى 29 من سبتمبر المنصرم. أوضح فيها بأن إدارته بدأت البرامج الأولى لإكساب أعضائها بالمعرفة الكاملة والكفاءة وجعلهم فعالين في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن تلك البرامج ضاعفت من الإنتاجية وخلقت دافعا لتنظيم دورات تأهيلية إضافية. وأشاد العميد لبسو بالاهتمام العالي والرغبة الجيدة التي أبداها الدارسون، مناشدا إياهم لتطوير وتعميق المعلومات المكتسبة عبر جهود متواصلة. من جانبه أشاد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم السيد هيلة ولد برهان بأهمية الدورة لتزامنها مع آفاق السلام المطلة. وأشار مدير مركز الكفاءات المؤسسية الوطني الدكتور أبيل هبت مريم إلى أن الدورة تلعب دورا رائدا في تعزيز العمل المؤسسي وإنتاجية المؤسسات والعمال، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي أبداه الدارسون. يذكر بأن إدارة إقليم شمال البحر الأحمر نظمت دورات تأهيلية بالتنسيق مع مركز كفاءة المؤسسات الوطنية في الفترة من 24 وحتى 29 من يونيو الماضي، وأعدت خطة خمسية تساعدها للعمل من عام 2019 وحتى 2023.
دعا مدير مديرية لقو عنسب السيد أبراهام حقوس المزارعين الناشطين بضاحيتي عدنا أمن وملزناي في مجال البستنة للتركيز إلى نوعية الإنتاج بجانب الكمية المزروعة. وأشاد السيد أبراهام أثناء تفقده الأنشطة الجارية بمبادرة وجهود المزارعين النموذجيين الذين تجاوزوا العراقيل والتحديات واستطاعوا تحسين معيشتهم وتلبية متطلبات بيئتهم، مناشدا المزارعي الضواحي الأخرى للاقتداء بأثرهم. وأوضح المزارعون الذين ينمون بالري في مناطق فرزازاي وقزقزة بضحية عدن آمن ومايسقلة وربا قلاقل بضحية ملزناي بأنهم وصلوا إلى هذه المرحلة بمساعدة الشعب والحكومة، مؤكدين القيام بالعمل الحثيث لتربية المواشي إضافة إلى تنمية الفواكه والخضروات. من جانبها أبرزت مسؤولة التنمية الاقتصادية في المديرية السيدة إلسا رستم المساعي والجهود التي بذلها المزارعون في تمهيد وتسميد الأراضي، مناشدة المزارعين الآخرين لأخذ العبر من هذه التجارب الثرية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإثرية بأن تنمية البساتين التي بدأت بأعداد قليلة في المديرية وصلت في الوقت الحالي إلى حوالي 300 مزارع. فاصل ونوفيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. عبرت الصين عن غضبها بعدما أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية قرب جزر تزعم بكين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وقالت أنها تعارض بحزم عملية حرية الملاحة الأمريكية ووصفتها بأنها تهديد لسيادتها. وقال مسؤول أمريكي أن المدمرة ديكاتور أبحرت على بعد 12 ميلا بحريا من جزيرتي غافن وجونسون في منطقة جزر سبراتيلي. كانت تلك أحدث محاولة للتصدي لما تصفها واشنطن بمساعي بكين لتعقيد حرية الملاحة في المياه الاستراتيجية التي تنشط فيها أساطيل الصين واليابان ودول أخرى بجنوب شرق آسيا. وقالت وزارة الدفاع الصينية أنها أرسلت سفينة لتحذير السفينة الأمريكية لمغادرة المنطقة، فيما ذكرت وزارة الخارجية الصينية أنها تحث الولايات المتحدة بقوة على التوقف عن مثل تلك الأفعال الاستفزازية وتصحيح أخطائها على الفور. وذكرت رويترز سابقا أن الصين ألقت اجتماعا أمنيا مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس كان مزمعا عقده في أكتوبر. اندلعت اشتباكات قوية بين المتظاهرين في كاتالونيا وقوات الشرطة الإسبانية أمام برلمان كاتالونيا، وذلك في الذكرى الأولى السنوية لاستفتاء الاستقلال. وكان 14 شخصا قد أصيبوا بجروح، فيما ألقي القبض على 6 آخرين بوسط مدينة برشلونة الإسبانية بعد أن اندلعت اشتباكات السبت الماضي بين مؤيدين انفصال إقليم كاتالونيا والشرطة الإقليمية الكاتالونية. وأفادت قوات الشرطة أن أحد أفرادها قد أصيب، إلا أنها لم توضح ما إذا كان قد تم إحصاء فرد الأمن من بين حصيلة المصابين الذين تلقوا رعاية طبية في نفس المكان. عدد 3 منهم تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وكان الانفصاليون الكاتالونيين قد أثاروا اشتباكات عدة مرات، ملقين بمسحوق الألوان قبل الإقدام على مهاجمة صفوف الشرطة، محتجين على مسيرة مؤيدة للشرطة الوطنية الإسبانية. قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن قوات من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بدأت إزالة الألقام الأرضية على امتداد الحدود شديدة التحصين في إطار اتفاق على تهدئة التوترات وبناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية المقسمة. وجرى الاتفاق على تفاصيل المشروع خلال قمة عقدت الشهر الماضي في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية بين زعيمها كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إين. وقالت وزارة الدفاع في بيان أن الجانبين اتفقا على إزالة الألقام الأرضية مما يطلق عليه المنطقة الأمنية المشتركة في بامجوم على مدى 20 يوما، وسيقوم مهندسون عسكريون بالمهمة على الجانب الكوري الجنوبي. ولم يرد التأكيد من كوريا الشمالية أن قواتها بدأت العملية. ويشمل الاتفاق كذلك إزالة مواقع الحراسة والأسلحة من المنطقة الأمنية المشتركة بعد إزالة الألقام، وأن تكون القوات الباقية هناك غير مسلحة. فاز الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونغو
بجائزة نوبل للطب لعام 2018 لاستكشافهما التي مثلت فتحا في أساليب تسخير جهاز المناعة لمكافحة مرض السرطان. وقادت أبحاثهما في تسعينيات القرن الماضي إلى علاجات جديدة متطورة بشكل كبير لعلاج أنواع مثل سرطان الجلد والرئة واللذان كان من الصعب علاجهما في السابق. وقالت جمعية نوبل في معهد كارولسينكا بالسويد أن الاكتشافات الحاسمة التي توصل إليها الفائزان تشكل علامة بارزة في المعركة ضد السرطان. ودرس الفائزان بجائزة الطب البروتينات التي تمنع الجسم وخلايا المناعة الرئيسية المعروفة باسم الخلايا التائية من مهاجمة خلايا الورم بفعالية. وجائزة نوبل للطب هي أول جوائز نوبل التي تمنح كل عام، وتمنح الجوائز تقديرا للمنجزات في مجالات العلوم والآداب والسلام بناء على وصية مخترع الديناميت رجل الأعمال ألفريد نوبل منذ العام 1901. بهذا نصل إياكم مشاهدينا الفضل إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.